السلام عليكم طلابنا، يعطيكم ألف عافية. اليوم درسنا عن حفظ الزخم. في البداية هناك بعض المفاهيم الأساسية المتعلقة بحفظ الزخم، اللي هي مثل النظام المغلق. النظام المغلق هو مجموعة الأجسام التي تبقى كتلتها ثابتة خلال أي عملية تبادل قوى. مثال بسيط عليها أنه أثناء عملية التصادم كتل الأجسام بعد التصادم هي نفسها تبقى كتل الأجسام قبل التصادم، وفي هذه الحالة نسميها النظام مغلق. عندنا مفهوم ثاني اللي هو النظام المعزول. هو النظام الذي تكون محصلة القوى الخارجية عليه تساوي صفر، يعني أي قوة خارجية تأثر على الأجسام أثناء عملية معينة بهملها وبتكون محصلتها بتساوي صفر. مثلا ممكن إهمال قوة الاحتكاك، أوزان الأجسام إلى آخره. طيب، عندنا قانون حفظ الزخم. قانون حفظ الزخم بحكي لي إنه إذا كانت محصلة القوى الخارجية على مجموعة من الأجسام بينها تأثير متبادل في نظام مغلق تساوي صفر، فإن زخم الأجسام يبقى ثابتا أو محفوظا. يعني بستنتج من هذا التعريف، بستنتج شرطين لحفظ الزخم. بستنتج إنه لازم يكون عندي النظام مغلق والنظام معزول حتى تصبح زخم الأجسام ثابتة أو محفوظة. إذا كمان مرة تعريف قانون حفظ الزخم: إذا كانت محصلة القوى الخارجية على مجموعة من الأجسام بينها تأثير متبادل في نظام مغلق تساوي صفر، فإن زخم الأجسام يبقى ثابتا أو محفوظا. لو أنا بدي أترجم هذا الكلام بقانون رياضي، بجيبها من خلال نظرية الدفع الزخم. إنه أنا عندي F في دلتا T تساوي دلتا B، محصلة القوى الخارجية على نظام معين تساوي التغير في زخم النظام. طيب، إذا F نت كانت صفر، إذا هذا بدلني على إنه التغير في زخم النظام أيضا صفر. تغير في زخم النظام صفر، وبالتالي إذا التغير في زخم النظام صفر، يعني عنا صفر يساوي مجاميع بي initial ناقص مجاميع أو مجاميع بي final ناقص مجاميع بي initial. طب ننقلها على الطرف الثاني، يصبح عندي مجاميع بي final يساوي مجاميع بي initial، وبالتالي هون أنا عندي الزخم بقي ثابتا أو محفوظا. وبالتالي عندنا إذا عندي محصلة القوى الخارجية تساوي صفر، وبالتالي تغير في زخم النظام يساوي صفر، إذا يبقى الزخم ثابتا أو محفوظا، يعني مجاميع بي فاينل يساوي مجاميع بي initial. طيب، عندنا متى نستخدم قانون حفظ الزخم؟ في عندنا 3 حالات لاستخدام قانون حفظ الزخم. أولا، في جميع أنواع التصادمات، في حالة انفجار جسم، عند حدوث فعل ورد فعل. مثلا لو إحنا إجينا للرسمة هاي، عندنا جسمين عمالهم بيصطدموا مع بعضهم البعض. أنا في هاي الحالة في أثناء عملية التصادم بدي أطبق قانون حفظ الزخم، إنه مجاميع بي فاينل يساوي مجاميع بي إنيشيال. طيب ليش؟ أولا، أنا بعتبر إنه هذا نظام مغلق. بعتبر إنه نظام مغلق إنه كتل الأجسام قبل التصادم بتساوي كتل الأجسام بعد التصادم. أيضا بدي أعتبره نظام معزول. نظام معزول لأنه محصلة القوى الخارجية عليها صفر، سواء قوة احتكاك أو قوة احتكاك أو وزن الأجسام بهملهم. تمام. وفقط القوة الوحيدة اللي بتكون بيناتهم، إذا القوة الوحيدة اللي بتكون بيناتهم هي عبارة عن قوة الفعل ورد الفعل أثناء التصادم. يعني أنا عندي هون القوة المتبادلة بينهم هي F12 تساوي وتعاكس F21، وأنا في هاي الحالة بسميها قوة الفعل ورد الفعل، هي القوة الوحيدة الموجودة بيناتهم. أما باقي القوى الخارجية من قوة احتكاك وزن كله بيكون مهمل. إذا هاي قوة الفعل ورد الفعل، قوة الفعل ورد الفعل. تمام. إذا ممكن إنه إحنا نجيب عللة بيحكي لي يكون الزخم الخطي ثابتا أو محفوظا في جميع الأنظمة المغلقة والمعزولة. الجواب: لأن محصلة القوى الخارجية تساوي صفر
على الأجسام في النظام المغلق، وبالتالي لا يحدث تغير في زخم النظام، ويبقى زخم الأجسام ثابتا أو محفوظا. ننتقل لحل مثال 3 موجود في صفحة 11 في الكتاب. بحكي لي يجلس طالب كتلته 35 كيلوغرام في قارب ساكن كتلته 65 كيلوغرام، ويحمل صندوقا كتلته 6 كيلوغرام. إذا قذف الولد الصندوق أفقيا بسرعة 10 متر لكل ثانية بإهمال مقاومة الماء. كلمة بإهمال مقاومة ماء يعني النظام معزول، يعني في إهمال للقوى الخارجية. فإف نت الخارجية إيش بتساوي؟ بتساوي صفر. احكي لي جدي سرعة القارب بعد قذف الصندوق مباشرة. تمام، خلينا في البداية نفهم السؤال. بحكي لي إنه في هذا السؤال في طالب، وفي عندي قارب، وفي عندي صندوق. إذا هذا السؤال في نظام مكون من 3 أجسام، في طالب وفي القارب وفي الصندوق. طيب شو اللي صار عندي؟ صار عندي عملية حدث رمي الصندوق. رمي الصندوق بينشأ عنه رد فعل للقارب للخلف. طالما الصندوق انطلق للأمام، إذا ينشأ عنه رد فعل للقارب وللطالب إلى الخلف. طالما العملية فيها فعل ورد فعل، إذا بدنا نحل السؤال على قانون حفظ الزخم. في البداية لازم إنه إحنا نلخص المعطيات الموجودة عندنا. عندي كتلة الطالب M طالب تساوي 35 كيلوغرام. كتلة الصندوق تساوي عنا 6 كيلوغرام. كتلة الحقيبة، القارب تساوي 65 كيلو جرام. طيب طالما لازم أطبق قانون حفظ الزخم، معناته بقول مجاميع B initial يساوي مجاميع B final. لازم نفهم كتير منيح إيش هي الانيشال وإيش هي الفاينل. الفاينل قبل رمي الحقيبة، عفوا الانيشال هي قبل رمي الحقيبة، الفاينل بعد رمي الحقيبة. يعني لازم إني أنظر شو الحدث اللي صار عندي. عملية رمي الحقيبة، معناته الانيشال هو قبل رمي الحقيبة. إذن هنا نكتب قبل رمي الصندوق أو الحقيبة، وعندنا فاينل بعد رمي الحقيبة. طيب مجموع زخم الأجسام قبل رمي الصندوق أو الحقيبة، خلينا نظبطها نعدلها. الصندوق، إذن خلينا نشوف مجموع زخم الأجسام قبل رمي الصندوق. خلينا نفصلهم. لو عنا MV initial صندوق زائد MV initial قارب زائد MV initial طالب يساوي عنا MV final صندوق زائد MV final قارب زائد MV final طالب. تمام، هلأ خلينا نشوف جميع الأجسام قبل رمي الصندوق. كان الطالب جالس فيه، حكالي إنه الطالب يجلس في داخل القارب، والقارب إيش ماله؟ ساكن، والصندوق حامله مين؟ حامله الطالب. إذا جميع الأجسام المكونة للنظام قبل رمي الصندوق جميعها ساكنة، معناته زخم كل جسم فيها إيش بده يساوي؟ بده يساوي صفر. إذا بقدر إني أحذفهم وإنه أقول إيش كلهم هدول بيساوي قبل رمي الصندوق؟ كلهم بيساوي زخمهم صفر. إذا بكتب كالتالي: صفر
يساوي. باجي بطلع بعد رمي الصندوق، الصندوق تحرك بسرعة 10 متر لكل ثانية. طيب مطلوب مني إني أحسب السرعة اللي ارتد فيها الطالب والقارب. بما إنه الطالب بقي بالقارب بعد ارتداده، وبالتالي سرعتهم الاثنين تحركوا مع بعض طالما الطالب جالس في داخل القارب. إذا السرعة اللي بيتحرك فيها القارب هي نفس السرعة اللي بيتحرك فيها الطالب. إذا كيف بكتب؟ بكتب كتلة الصندوق 6 ضرب 10 زائد ام قارب زائد ام طالب في في فاينل. إذا 0 يساوي 60 زائد كتلة الطالب والقارب مع بعض عنا 65 زائد 35 في فاينل. ننقل 60 على الطرف الثاني. إذا سالب 60 يساوي 100 في فاينل. إذا في فاينل تساوي سالب 60 على 100 ويساوي سالب 16 متر لكل ثانية. هون لازم ألاحظ ملاحظة إنه الإشارة السالبة تعني بعكس اتجاه حركة الصندوق، وهذا أصلا يدلني على إنه حلي صح وإنه دلالة على الفعل ورد الفعل. كمان ملاحظة تانية بدي ألاحظها، اللي هي إنه قيمة ارتداد الصندوق قيمة ارتداد القارب والطالب 16 متر لكل ثانية، في حين إنه الصندوق انطلق بسرعة 10 متر لكل ثانية. يعني سرعة انطلاق الصندوق كتير أكبر من سرعة ارتداد القارب والطالب. التعليل لأنه كتلة الطالب والقارب مع بعض كتلتهم 100 كيلو جرام، كتير أكبر من كتلة الحقيبة اللي هي كتلتها فقط 6 كيلو جرام. وبالتالي لما تكون الكتلة كبيرة بتكون السرعة صغيرة، وذلك وفق قانون حفظ الزخم. يعني العلاقة عكسية بين كتلة الجسم وسرعته إذا كان الزخم محفوظا. إذا بنحكي هون استنتاج، نستنتج أن سرعة ارتداد الطالب والقارب أقل بكثير من سرعة انطلاق الصندوق، لأن كتلتهم أكبر بكثير من كتلة الصندوق. ممكن نحكيها كمان ملاحظة، حيث أن العلاقة عكسية بين الكتلة بين M و V عند ثبوت الزخم. يعني اللي كتلته كبيرة سرعته بتكون صغيرة، واللي كتلته صغيرة سرعته بتكون كبيرة عند ثبوت الزخم. تمام، نيجي نضيف مطالب أخرى. احنا هيك انتهى عنا السؤال، ولكن بدنا نضيف مطالب أخرى لهذا السؤال. خلينا نضيف مثلا، أطلب
التغير في زخم الصندوق لحاله، مش التغير في زخم النظام، بدي التغير في زخم الصندوق. التغير في زخم الصندوق بده يساوي M V final ناقص V initial. كتلة الصندوق 6، V final الصندوق 10 ناقص V initial 0، ويساوي قديش التغير في زخمه؟ 60 كيلو جرام في متر لكل ثانية. طيب بدي أطلب كمان مطلوب اللي هو التغير في زخم الطالب. تغير في زخم الطالب M V final ناقص V initial، ويساوي كتلة الطالب 35، V final الطالب طلعناها -6 ناقص 0. عنا 35 ضرب -6 يساوي -21 كيلو جرام في متر لكل ثانية. خلينا نحسب التغير في زخم القارب، يساوي M في V final ناقص V initial. كتلة القارب 65، V final القارب عنا -6 ناقص 0. نحسب 65 ضرب -6 بيطلع عنا -39 كيلو جرام في متر لكل ثانية. طيب لو احنا اجينا جمعنا مجموع كل التغير في زخم الأجسام داخل النظام، اللي هو تغير في زخم الصندوق زائد التغير في زخم الطالب زائد التغير في زخم القارب، تمام؟ هدول كلهم مجموعهم هو نفس التغير في زخم النظام. بالتالي بحكي إنه التغير في زخم النظام يساوي التغير في زخم الطالب زائد التغير في زخم القارب زائد التغير في زخم الصندوق، ويساوي عنا -21 زائد -39 زائد 60، و-21 زائد -39 -60 زائد 60، إذا الجواب 0. هذا تأكيد إنه دائما عند حدوث فعل ورد فعل، عند حدوث تصادمات، عند حدوث انفجار، إنه التغير في زخم النظام كله إيش دائما لازم يطلع معي؟ بيطلع معي 0. ولكن لا يعني إنه إذا التغير في زخم النظام 0، لا يعني إنه التغير في زخم كل جزء داخل النظام إنه قيمته 0. كل جسم له تغير في زخمه، ولكن مجموع التغيرات في زخم الأجسام إيش كلها بتطلع عندي؟ تطلع بالنهاية تساوي 0. ممكن إنه إحنا هون نعمل عليها عللة ونستنتج منها. عللي إذا كان الزخم محفوظا في نظام مغلق، إذا كان الزخم محفوظا في نظام مغلق ومعزول فلا يعني أن زخم كل جسم داخل النظام محفوظ، وهذا ممكن يجي عليه عللي. الجواب إذا كان النظام معزول يعني أن محصلة القوى الخارجية تساوي 0، وبالتالي يكون زخم النظام محفوظا، يعني أن التغير في زخم هذا النظام إيش يساوي 0. يعني التغير في زخم النظام زي ما إحنا هون هلأ طلع عنا 0. ولكن تتأثر الأجسام داخل النظام بقوة داخلية وهي الفعل ورد الفعل، مما يعمل على إحداث تغير في زخم كل جسم داخل النظام، ولكن مجموع التغيرات في زخم الأجسام يساوي 0. وهذا تعليل مهم جدا. تمام، خلينا نحل كمان أسئلة. عندنا سؤال 7 موجود في صفحة 53 في أسئلة الوحدة، بيحكي لي أرسل الصيادان محمد وأحمد زورق الصيد، فإذا تحرك محمد الذي كتلته 80 كيلوغرام
إلى الأمام بسرعة 4 متر لكل ثانية عند مغادرة الزورق، فما مقدار واتجاه سرعة الزورق وأحمد إذا كانت كتلتاهما معا 150 كيلوغرام؟ لازم مهم جدا إنه إحنا نفهم السؤال ونتخيل السؤال كمان. إنه إحنا عنا زورق في قلبه شخصين. الحدث اللي صار عندي إنه في عندي شخص، هذا الشخص قفز من الزورق اللي هو مين؟ اللي هو عنا محمد، بينما أحمد بقي في داخل الزورق. عملية القفز لأحمد هي راح تكون إيش؟ للأمام، فبده ينشأ عنها عملية رد فعل للزورق ولأحمد. طيب معناته طالما في عندي عملية فعل ورد فعل لازم إني أستخدم قانون حفظ الزخم. بحكي لي مجاميع B initial يساوي مجاميع B final، وبالتالي عنا M V initial أحمد زائد M V initial محمد زائد M V initial زورق، اللي هو لازم لجميع الأجسام، زخم جميع الأجسام المكونة للنظام. بدي أعيدها نرتب الحل أكتر. إذن M V initial أحمد زائد M V initial محمد زائد M V initial زورق يساوي M V final محمد زائد طالما إنه محمد قفز وبقي في الزورق فقط أحمد والزورق، إذن كتلتهم راح تكون يعني راح تكون سرعتهم مع بعض مشتركة، وبالتالي بقدر أقول M أحمد زائد M زورق مضروب في V final. هذا أحمد وزورق. تمام. إذن كلهم قبل ما يقفز محمد كان زخمهم 0. تمام. إذن كلهم كانوا ساكنين. إذن هون عنا 0 0 0. إذن 0 للجميع يساوي. هلأ عنا كتلة محمد تساوي 80 كيلوغرام. 80 قفز بسرعة 4 زائد كتلة أحمد والزورق مع بعض أعطاني إياها اللي هي 150 في V final. إذا خلينا نقولها على الطرف الثاني. 4 ضرب 80 سالب 320 ويساوي 150 V final. إذا V final تساوي سالب 320 على 150. الجواب النهائي بنحسبها على الآلة الحاسبة، بيطلع عنا الجواب النهائي إذن طولنا شوي. إذن عنا 320 قسمة 150 يساوي 2.13 متر لكل ثانية. طبعا إيش الإشارة؟ الإشارة بالسالب. الإشارة بالسالب تعني نتيجة إيش؟ الارتداد، من حدوث فعل ورد فعل. نيجي للسؤال العاشر. يركب أحمد الذي كتلته 42 كيلوغرام لوح تزلج كتلته 2 كيلوغرام ويتحركان بسرعة 1.2 متر لكل ثانية، فإذا قفز أحمد عن اللوح وتوقف لوح التزلج تماما في مكانه فما مقدار سرعة قفزه وما اتجاهه؟ طيب معناته عندنا لوح تزلج في عليه راكب. في البداية أحمد واللوح كانوا بيتحركوا بسرعة مقدارها 21 متر لكل ثانية. إذن في سرعة ابتدائية للتنين. الحدث اللي صار عندي إنه قفز أحمد
نتيجة قفزة أحمد بده يحدث عندي عملية فعل ورد فعل، إذا لازم إني أطبق عنا قانون حفظ الزخم. حكالي إنه توقف لوح التزلج تماما بعد ما قفز، مطلوب مني إنه السرعة التي قفز بها أحمد. طيب في البداية لازم أطبق قانون حفظ الزخم، مجاميع بي initial يساوي مجاميع بي final، وبالتالي عنا في البداية عنا M في V initial لوح زائد M V initial أحمد يساوي M V final لوح زائد M V final أحمد. طيب عنا في البداية كانوا التنين مع بعض بنفس السرعة، معناته سرعتهم مشتركة، وبالتالي بقدر أقول إنه M لوح زائد M أحمد في V initial يساوي بعد القفز عنا اللوح إيش حكالي؟ سكن، توقف تماما، وبالتالي هون إيش صار عندي؟ صفر، زائد كتلة أحمد عنا 42 ضرب V final لأحمد اللي هي مطلوبة في السؤال. مجموع كتلة اللوح زائد كتلة أحمد 42 زائد 2 إذا 44. V initial لهم التنين 1.2 يساوي 42 ضرب V final، وبالتالي V final لأحمد تساوي 44 ضرب 1.2 قسمة 42. الجواب عندي تقريبا 1.26% متر لكل ثانية. طالما طلعت موجبة تمام، والفي انيشال أصلا إشارتها موجبة، إذا بنفس اتجاه في انيشال. هذا كان بالنسبة للسؤال في أسئلة الوحدة، هو سؤال 10. نجي لسؤال 11 في أسئلة الوحدة. يقف متزلجان أحدهما مقابل الآخر ويتدافعان بالأيدي، يعني في عندي عملية فعل ورد فعل. فإذا كانت كتلة الأول 90 كيلوغرام، مباشرة بدي ألخص المعطيات. عندي M1 تساوي 90 كيلو جرام، وعندي M2 تساوي 60 كيلو جرام. بيحكي لي أجيب عن الأسئلة الآتية: جد النسبة بين سرعتي المتزلجين في اللحظة التي أفلتا فيها أيديهما. هذا السؤال مهم جدا جدا. في البداية احنا بنعرف انه احنا لازم نحل على قانون حفظ الزخم، مجاميع B initial يساوي مجاميع B final، وبالتالي M1 V1 initial زائد M في V M2 V2 initial يساوي M1 V1 final زائد M2 V2 final. طيب في البداية كانوا واقفين، التنين كانوا واقفين ويتدافعوا في الأيدي، بس كانوا واقفين يعني قبل ما يدفعوا بعض كانوا التنين واقفين. إذا التنين سرعتهم صفر، إذا زخمهم الابتدائي صفر، يساوي M1 V1 final زائد M2 V2 final. ما أعطاني سرعتهم بعد ما دفعوا بعض، وبالتالي بحكي إنه بنقل على الطرف الثاني سالب M1 V1 final يساوي M2 V2 final. طيب عنا سالب قديش كتلة الأول؟ سالب 90 V1 final يساوي 60 V2 final. بده نسبة السرعات لبعض، معناته بقسم السرعات على بعض على جهة والأرقام على جهة تانية. أصبح عندي سالب 90 على 60 يساوي V2 final
على V1 فاينل. وبالتالي سالب 9 على 6 اختصرنا الأصفار يساوي V2 فاينل على V1 فاينل. لو حبيت لسه إني أبسطها بأبسط صورة على 3 على 3، إذن سالب 3 على 2 V2 فاينل على V1 فاينل. احنا هيك السؤال احنا بنكون خلصنا، ولكن احنا بالعادة في الأسئلة بتيجي على هيئة نسبة محددة على شكل مثلا أقواس، نسبة بهذا الشكل. إذا طلب مني مثلا بده V1 بدلالة V2 أو V1 بالنسبة ل V2 بهذا الشكل، كيف بدي أعرف؟ هلأ أنا بعد ما أقسم المتغيرات على جهة والأرقام على جهة تانية، تمام؟ هلأ بجي بطلع شو الرقم اللي قبال V1 فاينل؟ طلع عندي 2، إذا لازم أكتب 2 تحت V1 بنفس الترتيب. وشو الرقم اللي مقابل V2؟ هو 3. تمام، إذا بدها تكون النسبة عندي 2 ل3. الإشارة السالبة هي فقط إنه بعكس الاتجاه فقط، ما بحطها بالنسبة. طب لو أعطاني بطريقة تانية إنه بده النسبة بهذا الشكل، بده مثلا V2 بدلالة V1، إذا هون مباشرة V2 شو اللي تحتيها؟ 3. V1 شو اللي مقابلها مباشرة؟ 2، إذا بحطها تحتيها، فلازم أكتبها بهاي الصيغة. طريقة كتابة النسبة جدا مهمة. تمام، نرجع على السؤال. بقول لي أي المتزلجين سرعته أكبر؟ أي المتزلجين سرعته أكبر؟ إنه إحنا عنا المتزلج اللي بيكون كتلته أكبر بدها تكون سرعته أقل، لأنه العلاقة عكسية بين الكتلة والسرعة عند ثبوت الزخم. فبالتالي يعني عنا هون اللي كتلته 90 كيلوغرام، هاي الكتلة 90 كيلوغرام، فبالتالي سرعتها ال V1 فاينل شو طلع الرقم المقابلها؟ 2 أصغر من 3. تمام، فاللي كتلته كبيرة سرعته شو بدها تكون؟ صغيرة، واللي كتلته أصغر شو بدها تطلع السرعة تبعته؟ بدها تطلع السرعة تبعته أكبر. وبالتالي أي المتزلجين سرعته أكبر؟ عنا هون رقم 2، بنقول V2 أكبر من V1 لأن M2 أقل من M1 لأن الزخم محفوظ. تمام، فاللي سرعته أكبر هو اللي كتلته أقل. نيجي للفرع الثالث. الفرع الثالث بحكي لي أي المتزلجين دفع بقوة أكبر. إحنا بنعرف إنه دائما لكل قوة فعل قوة رد فعل مساوية لها في المقدار ومعاكسة لها في الاتجاه، فدائما قوة الأول على الثاني تساوي وتعاكس قوة الثاني على الأول. وبالتالي دفع الأول على الثاني يساوي دفع الثاني على الأول، وبإمكاننا إنه إحنا كمان لسه نثبتها إثبات. تمام، ممكن إن إحنا ننقل السؤال للأسفل وإحنا نثبتها. إنه عنا قوة الأول، نقولها لهون، قوة الأول على الثاني يساوي ويعاكس قوة الثاني على الأول. طب لو أنا ضربت الطرفين في دلتا تي إنهم بيأثروا على بعض خلال نفس الفترة الزمنية، فأصبح هذا شو بيعطيني؟ بيعطيني إنه دفع الأول على الثاني يساوي ويعاكس دفع الثاني على الأول. طيب بإمكاني كمان أثبت كمان يعني أكتر إنه دفع الأول على الثاني عندي هو يساوي إيش؟ يساوي التغير في زخم الثاني، يساوي سالب دفع الثاني على الأول يساوي التغير في زخم الأول. طب لو أنا إجيت نقلته على الطرف الثاني، نقلت تغير في زخم واحد نقلته على هذا الطرف، أصبح عندي دلتا بي 2 زائد دلتا بي 1
يساوي صفر. طيب إحنا دلتا بي 1 زائد دلتا بي 2 اللي هو التغير في زخم كل جسم في النظام، ويساوي التغير في زخم النظام. انتو دلتا بي النظام إيش بيساوي؟ بيساوي صفر. تمام. فعندنا هون إحنا من خلال قانون نيوتن الثالث اللي هو هذا عندنا من خلال قانون نيوتن الثالث قدرنا إنه نثبت قانون حفظ الزخم الزاوي. وهذا مهم جدا، إنه ممكن يجينا أثبتي من خلال قانون نيوتن الثالث قانون حفظ الزخم الزاوي، إنه عندنا قوة الأول على الثاني يساوي قوة الثاني على الأول، ضربنا الطرفين بدلتا تي، فأصبح عندي دفع الأول على الثاني يساوي عكس دفع الثاني على الأول. وبعرف كمان إنه دفع الأول على الثاني هو التغير في زخم الثاني، دفع الثاني على الأول يساوي التغير في زخم الأول ويعكسه في الاتجاه، ننقله على الطرف الثاني، وبالتالي أصبح دلتا بي 2 زائد دلتا بي 1 يساوي صفر. يعني التغير في زخم النظام يساوي صفر، وهذا يعني إنه عندي الزخم ثابت أو محفوظ. يعني لو بدي أكملها لآخر خطوة، يعني إنه مجاميع بي فاينل ناقص مجاميع بي انيشال تساوي صفر، يعني إنه مجاميع بي فاينل يساوي مجاميع بي انيشال. وهي أنا كنت بكون أثبت قانون حفظ الزخم من خلال عنا قانون نيوتن الثالث. تمام. هلا عنا جواب السؤال إنه أيهما أثر بدفع أكثر على الثاني. الجواب كلاهما أثر بنفس الدفع. لو أنا بدي أثبت هذا الكلام هو من خلال قانون نيوتن الثالث. لو بدي أكمل أثبت قانون حفظ الزخم من قانون نيوتن الثالث، هاي هي الخطوات كاملة.